الابتعاد عن قضايا هي أقرب إلى التمثيل، هي أقرب منها إلى المسرح، هي أقرب منها إلى التزييف. الابتعاد عن جملة من الطقوس التي يمارسها البعض، وعدم حصر معالم الثورة الحسينية في الطقوس فقط. نعم، الطقوس عنصر مؤثر، يعتبر واحد من الأشياء المهمة ونمارسه بشكل كبير، سواء كان على اللطم أو غير ذلك، ولكن عدم التقرب في ذلك حتى بدنا نشترك ببعض الطقوس التي يقوم بها الهندوس أنفسهم، البوذيين أنفسهم. هناك بعض الطقوس مشتركة بيننا وبين من يعبد الوثن. المشي على الجمر، ادخل على اليوتيوب وشوف السيخي يمشي على الجمر، البوذي يمشي على الجمر، أناس لا يعرفون الله يمشون على الجمر بهذه المعنى. وضع الكلاب في الجسد وما شابه ذلك، الضرب القاسي وإدماء الجسد بصورة وحشية، مو فقط ترى نحن نمارسها، مو لأنه حب الحسين حاضر في أنفسنا فهذا دليل على أن الحسين حاضر فبالتالي أذية الجسد ما فيها بأسباب. الآخرين أيضا يمارسون نفس الأساليب، لأن الآخرين أي الهندوس، السيخ، البوذ بهذه المعنى لا يمتلكون وسائل واقعية لإثبات العقيدة في نفوس الآخرين، فحتى يثبت